السلام عليكم. النهارده هنعمل رز بالشعريه. طبعا انا عارفه ان كلكم بتعملوه، بس في بنات طبعا صغيره ما بتعرفش تعمله. المقادير بسيطه وان شاء الله اقول لكم المقادير بالكوبايه. يلا بينا نخش على المقادير. عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رز بالشعريه. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير بتعرف تعمله، بس ده للمبتدئات بقى، اللي لسه العرايس اللي متجوزين جديد. معانا الشعريه، رز، معلقتين زبده وعليهم زيت، عشان طبعا الزبده من غير الزيت بتتحرق. ماشي، ننزل بالزيت. الزبده انا بقى بحب اكتر الشعريه. الشعريه عشان انا بحس ان هي لما بتبقى كتير بتحلي الرز. عندك زبده، عندك سمنه، زيت بس بتفرق على حسب ما انت بتحبي. طبعا الشعريه لازم يبقى ايدك فيها عشان ما تبقاش واحده استوت او واحده متحمره وواحده نايه. يبقى كده انا حطيت كوبايه شعريه، كوبايه ونص رز، حطيتهم كوبايتين ميه. ماشي، لازم يبقى ايدك في الشعريه عشان ما تبقاش حبايه لون وحبايه فاتحه وحبايه غامقه. ايدك تبقى فيها مش تشغل غير لما تخلص خلاص. ماشي، الشعريه شغاله معانا اهي خلاص هاني. بصوا خلاص كده هي خلاص قربت. نديها بس ايه سنه كمان عشان نحطها مخمره كويس. ماشي كده هننزل بالرز خلاص. بشوح الرز مع الشعريه شويه وبعد كده انزل بالميه. دي طريقه. في ناس بتنزل بالميه على الشعريه، لا بتبقى معجنه ومتبقاش حلوه. كده الرز يتشوح بالسمنه كلها، يبقى كل حبايه رز كده خارجه من السمنه تبقى زي العسل. لازم عشان الرز ينجح معاكي تشوحي فيه، والميه لما تنزل تلاقي تعمل صوت تش. يعني الميه لازم لما تنزل على الرز تبقى عامله صوت معاكي. عامله شويه. خليكم معايا الخطوه دي عشان ايه نبقى عارفين. طبعا هننزل بمعلقه الملح مش هننساها، بس بعد ما نشوح. بعد ما نشوح كده سامعين الصوت ده كده، الرز عشان كله كده بيتشوح. كده ننزل بالميه. اول كوبايه انزل بالملح. متخليش بقى كده رز في حله من الجناب ولا اي حاجه، عشان ايه يبقى كله يستوي، يبقى كله زي العسل. ماشي، شايفين كده؟ يبقى كوبايتين الرز، كوبايه شعريه، قصادها كوبايه ونص رز، قصادها كوبايتين ميه، كوبايتين ميه كبار. ماشي كده بقى نغطي الرز وما يستويش وهرجع لكم بعد ما اتشرب واستوى بقى زي الفل. بس نفرفر بقى ازاي وجميل، ولا لازق من تحت ولا اي حاجه. مش هيغرفه وارجع اقدمه لكم. ادي شكل الرز اهو بعد ما طلع. اتمنى يعجبكم. بص مفلفل وجميل. الزبده بقى والله يتاكل حاجه من حلاوته. الزبده محلياه وهنشيله طعم. اتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله من الفيديو بتاعي. مع السلامه، مع الف سلامه.